السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. ومرحبا بكم في قناة لبنى علي. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم الدجاج مشوي في الفران بواحد الطريقه زوينه وبواحد التتبيله كيجي لذيذ بزاف. كيجي المذاق ديالو رائع الصراحه، ما تستغناوش عليه الا جربتوه. انا متاكده غادي يعجبكم. مرافق بلي سيغار معمرين بواحد الحشوه حتى هي كتجي زوينه بزاف وبنينه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتوصلوا لاكبر عدد من اللايكات والتعليقات الزوينه ديالكم اللي كتحفزني نعطي المزيد ان شاء الله. خليكم معايا تشوفوا الطريقه والمقادير اللي غادي نحتاجو. غادي نبداو على بركه الله في المقادير. حاجتنا دجاجه صاينه غنقسموها من الوسط، يعني من الجهه ديال الصدر. من بعد مرقدناها في الملحه والحامض وسكينجبير طري، كيعطيها واحد المذاق زوين فاش كطيب. غادي نحتاجو في العطريه معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، شويه ديال الثومه غبره، شويه من العطريه الباكستانيه، هذه غير اختياريه ماشي ضروريه ديروها. الا عندكم قزبور يابس مطحون حتى هو ديروه، انا ما عنديش هاد الساعه. غنضيف 2 معالق صغار عامرين ديال لا موطارد، حتى هو كيعطيه واحد البنه زوينه. غادي نضيف ياغورت طبيعي، الدور ديالو كيفتي لينا الدجاج، كيجي رطب من الداخل. غادي نخلط العطريه مزيان حتى تندمج مع بعضياتها مزيان كما كتشوفوا. غادي نضيف معلقه صغيره ديال صوص صوجا، كتعطي واحد المذاق مميز للدجاج في الفران. غنضيف القليل من صوص حاره، يمكن لكم تضيفوا الهريسه، الكميه كتبقى على حساب واش كتبغيو الحار ولا ما كتبغيوش. صافي غادي نخلط الكل مزيان، وغادي نجيب الدجاجه كما كتشوفوا، وغادي ندهنها مزيان بهاد الخلطه اللي صايبنا جميع. من الاحسن ديروا هاد الخلطه وتخليوها ساعات المكانه حتى تشرب الدجاجه مزيان. هاد العطريه كنتو مزروبين خليوها ربع ساعه ولا ثلث ساعه من الاحسن. صافي غندهنوها مزيان ونحاولوا ندخلوا الخلطه ديالنا في الجوانب ديال الدجاجه كما كتشوفوا، باش تشرب لينا كامله وتجينا بنينه فاش طيب. صافي غادي نستمر هكا حتى ندهنها مزيان. قبل ما ندخلها الفران غادي ندير شويه ديال الزعتر نحكو هكا ما بين يدي، وغادي ندردرو عليها، كيعطي مذاق زوين فاش كطيب، والنسمه ديالو زوينه بالنسبه اللي كيبغيه. اللي ما كيبغيش يقدر يستغنى عليه. هاد اللحظه الفران عندي سخون، غنشعل عليها غير من التحت حتى نحس الدجاجه طابت، وغادي نعريها من هاد البابي الومنيوم وورق الطبخ ونخليها تكمل التحمار ديالها. من بعد ما دخلنا الدجاجه الفران طيب، غادي ندوزو باش نوجدو لي سيغار ديالنا. غنحتاج العجين المورق، يمكن لكم تاخدوه جاهز ولا تصاوبوه في المنزل. المره الجايه ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال العجين المورق، كيجي زوين بزاف وناجح. كنطلقوه مزيان وكنقطعو شرائط رقيقه على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. غادي ناخد القوالب على شكل سيجار كما كتشوفوا، كتكون ديال الالومنيوم،
وغادي نلف عليها هاد الشريط. ما غاديش نحتاج ندهن القالب بالزيت ولا بالزبده لان ديجا عندنا العجين مخدوم بالزبده، يعني ما غاديش يلصق لينا فاش يطيب. صافي غادي نثبتو بهذا الشكل اللي كتشوفوا ونحطو في الطاوه اللي غادي ندخلها للفرن. غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه كيفاش، راه ساهله وكيجيو زوينين بزاف. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي غادي ندهنهم بصفار بيضه، ولا يمكن لكم ديروا بيضه كامله ماشي مشكل. غندهنهم كاملين وغنرشهم شويه بالصانوج، يعني هذا كتزيين اختياري، ولا يمكن لكم تزينوهم بالبافون ولا الزنجلان بيض كيعطي منظر زوين. المهم التزيين كيبقى على حسب المتوفر وعلى حسب الاختيار. مباشره غادي ندخلهم الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت، راه دغيا كيطيبوا نشوفوهم تحمروا نخرجوهم. في هاد الوقيته غادي نوجدوا صوص بيشاميل ديالنا. غنحتاجوا لها معلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه كبيره ديال الطحين. غادي نذوبوا الزبده هي الاولى، من بعد غنزيدوا عليها الطحين حتى نشوفوهم تكتلوا، وغادي نضيف لهم كاس كبير ديال الحليب مع القليل من الملح ونستمر في التحريك. وغنضيف ليها شويه ديال الابزار وغادي نحرك الكل جيدا. غنضيف 2 قطع ديال الفرماج اي نوع عندكم، كيعطي واحد المذاق زوين كتجي بنينه. صافي نبقاو نخلطوا فيها حتى تعقد لينا، وها هي لاصوص ديالنا واجده. غادي نضيف ليها القليل من الذره المعلبه او الميز مع شويه ديال الطون، وغادي نخلط الكل جيدا حتى يندمجوا مع بعضياتهم. كتجي بنينه بزاف هاد الصوص صراحه. غنديرها في الجيب الحلواني باش يصلح ليا نعمر بها لي سيجار. كيما كتشوفوا لي سيجار ديالنا هاهما وجدوا، راهم دغيا كيطيبوا ما كياخذوش معنا وقت طويل. الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف وكيجيو بنان كيجيو مقرمشين. غادي نبدا نعمر بهم بهاد الطريقه هذه، كيجيو هكا ساهلين وما كياخذوش معنا وقت طويل. غادي نعمرهم مزيان وغادي نديروا الوجه ديالهم في الفرماج احمر محكوك باش كيعطينا هاد الشكل زوين. صافي غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه. كيجيو بنان بزاف البنات، كنصحكم تجربوهم اكيد غادي يعجبوكم وغادي يعجبوا الوليدات الصغار اكثريه. الاحسن الواحد يصايبهم هكا في الدار حسن ما ياخذهم من المحلات التجاريه، هكا يعرف شنو صايب فيهم ويستمتع بهم. ها هو الشكل النهائي ديال لي سيجار ديالنا، كيجي المذاق زوين وحتى الشكل كيجي زوين بزاف. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. من بعد ما طابت لينا الدجاجه وخرجناها من الفران، فرشنا الخس في طبق تقديم وزوقناه بلي سيجار كما كتشوفوا. بدلنا شويه شلاضه في الجناب، درنا اليوم هاد لي سيجار
وبالنسبة للشلاضة درناها في طبيصلات منفردة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم كما ديما خليو لي جيم واشتركوا في القناة بالنسبة لأول مرة كيشوف القناة، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبصحة والراحة إلى وصفة قادمة إن شاء الله.